من دمشق إلى حما وصولا إلى إدلب وحلب الشهباء وكل المحافظات السورية. خرج اليوم أحرار سوريا ليجتمعوا في الساحات في ذكرى انطلاق الثورة المباركة، ثورة العزة والكرامة، وخاصة هذه المرة الأولى التي يحتفل بها السوريين بعد سقوط الطاغية بشار الأسد. هذا المكان تحديدا يلي هو ساحة سعد الله الجابري كان حلم لكثير من السوريين، ولا سيما الشهيد الحي ابن المعرة البار عبد الله السعود اللي استشهد في سجون ومعتقلات الأسد المجرم. وها نحن اليوم مجتمعين على هاي الأرض وبكل الأراضي السورية لنأكد لكل ظالم له نهاية، ونهاية وخيمة كنهاية بشار الأسد الهارب خارج سوريا. اليوم من كل الأراضي السورية منكرر ومنقول عاشت سوريا وسقط بشار الأسد وانتهت حقبة الظلم إلى الأبد. الذكرى السنوية 14 عند السوريين طعمها غير، خصوصا عند أهالي الشهداء والمهجرين وأهالي المفقودين. اليوم الذكرى 14 لانطلاق الثورة السورية بدون بشار الأسد، نحييها لأول مرة في ساحة سعد الله الجابري بحلب. حلم كان كتير كبير للأمانة، الحمد لله رب العالمين تحقق بعد 14 سنة. اليوم يعني نحن خلصنا من أكثر نظام طاغية على وجه الأرض، ما عدى مثل هيك نظام كان يقصفنا بالبراميل. اليوم الحكومة الجديدة طلعت المروحي فوق المظاهرات والمسيرات اللي طلعت تحيي ذكرى الثورة، بدل البراميل زدت ورد. هذا الشعب ما بيستحق غير انه ينزت عليه ورد.